بص يا صديقي، يا دي النيلة. في مثل يعني انا سمعته كان عجبني جدا. who love you will love you, who hate you will hate you. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. آه، بص، الانسان، اي انسان بما فيهم انا، مم. عنده مشاكل نفسيه، اي انسان في الدنيا. ايوه بس انا مش من المشاكل النفسيه اللي عندي ان انا بحقد على حد. انا فعلا ما بحقدش على أي حد. يعني مم. ما بتمناش ان انا ابقى، يعني ان انت مثلا انت احسن مني في حاجه، ان انت تفقد هذه الحاجه عشان انا ابقى احسن منك. مم. فهم المحرك الرئيسي بتاعهم الحقد والكراهيه، فضلا ان هم ليس لهم مضمون اساسا، مم. فضلا عن ان هم ليس لهم رساله، فضلا عن ان هم حتى ما بيحترموش حتى جمهورهم، واللي ما بيطبل لهمش بيبلكوه بيقفلوه، ايوه فضلا عن ان انا خلاص تجاوزتهم. بص انا كنت في مرحله زيهم ايوه كده، انت خد بالك. حلو. انا ايوه بقى اللي هي الصغيره والدم الخفيف، اقعد اشتم واللهجه المصري بتاعتنا دي. لكن ايوه ايه، بعد ما انا خرجت من المعتقل لقيت ان ده مش اللي هيوصلني الهدف، ده مش هيوصلني لشيء. اللي بيسمعوني كلهم ملحدين، اللي هي عامله زي قاعده على القهوه، هم قعدتهم حتى فيديوهاتهم قاعده على القهوه، لا اكتر ولا اقل. مفيش علم، تمام، مفيش معرفه، مفيش اسلوب لتوصيل المعلومه، مفيش نظام. هو بس بيطلع عشان هو فاشل في حياته، فهو عايز يحس ان هو ناجح. طلوعه في اليوتيوب ده ولمه الناس ايوه. حواليه بتحسسه ان هو ناجح. انا العكس تماما. هو احنا للامانه طالعين. للامانه اه. هو حر، هو حر على قناته في وقته، يعمل اللي هو عايزه ان شاء الله. يعني يجيب حمام ويطيره. في مصر بيقولوا اللي معاه قرش هو حر في وقته وفي قناته. لكن صحيح صحيح. اللي عايز استمر في اللي انت بتعمله، استمر في اللي انت اي بتعمله، دونت كير. بص يا وتكون صديقي، بتقرا غلط يعني. اي دونت، انا ما عنديش اهتمام. هم بيقول، بص انا من الحاجات اللي ايه، لو تفتكر كان من 3 فيديوهات كده عملنا فيديو اسمه قواعد ايه ذهبيه للحياه. منها ايه؟ ان مم. انت ما ايوه تهتمش، تمام، الاخرين بيقولوا عنك ايه. انت فاهم؟ اصل انا ايوه اهتم بيك ليه؟ ايوه إيه رايك؟ ما في ناس هتحبني وفي ناس هتكرهني، اتس اوكي، ايوه نو بروبلم. انت فاهم؟ تاني ايوه حاجه، انا راجل دلوقتي في ايوه الليفل اللي انا بتكلم فيه، تمام، انا غيرهم خالص. انا بيسمعني عدد ضخم من الناس، تمام، على نطاق اوسع. غيرت تفكير ناس كتير، هم لم مم. يغيروا تفكير احد. هم بيوجهوا ايوه كلامهم لملحدين عباره عن ضحك وطقطقه. لا، انا وصلت بكلامي للمسلم العادي. انا في القناه هنا وانت بتشاهد البث وانت بتشارك في البث يا اكزافير، في الشات مم. ده في مسلم وفي مسيحي وفي يهودي وفي ملحد وفي من جميع الجنسيات والاديان والاعراق. صح تمام. صح كويس. صح. هما بالظبط. بص عمرو محمود قال تعليق جميل جدا جدا، انت استاذ يا عمرو، والقط بتاعك ده شبه مشمش. كان عندي قط اسمه مشمش، بس القط بتاعك تخين قوي بياكل عيال صغار. عارف عمرو محمود بيقول لك ايه؟ كانوا هيشدوك للزباله بتاعتهم. هم عايزين كده بالظبط. هم ايوه بيحاولوا يضغطوا على ان انا انزل للمستوى بتاعهم تاني، وارجع بقى اشتم، وارجع بقى اسب. اصل هو الشتيمه وقله الادب مفيش اسهل منه. انت خد بالك خالص، ده ايوه ايوه بالعكس دي اسهل حاجه عليا يعني. تمام. بس ايه، احترام ايوه. الناس. احترام الناس مين؟ مش احترامهم هم، احترام الناس اللي بيستمعوني. برافو عليك. الناس اللي بيستمعوني دول ليهم عليا حق، ايوه اللي هم بيتابعوني ايوه وبيستمعوني. ان انا اول حاجه ما اضيعش ايوه وقتهم، تاني حاجه ان انا ما اجرهمش لمعارك جانبيه. تمام. كويس. ايوه. هتبقى تالت حاجه دمها ان انا خفيف في اقدم لهم الاول، محتوى انما بعد جيد. كده هتقلب انها تخسر، اه. تخسرك اصل بص يا مشاهدات صديقي، وتخسر. ايوه بص يا صديقي، انا 3/4 اللادينيين المصريين اللي في مصر قابلتهم، حتى اللي مخبيين وشهم. يعني تصدق، يعني انا برضو ما بحبش اتكلم يعني انا اشرف من الناس دي. تمام. يعني في واحد طالع على التيك توك ومشهور معروف شويه على التيك توك، بيقول ان انا كنت بروح له البيت على ركبي، على المكتب بتاعه على ركبي، تمام، عشان اسمع منه، عشان هو غزير علم وكده. تمام. عشان هو مم. غزير علم ده. عارف شخص اسمه ماني هو، تمام، مشهور مم. هو على مم. التيك توك. عارف ماني ده؟ ايوه احنا كنا بنروح، هو اللي كان بيدعونا عشان نقعد مش في المكتب. ما عندوش مكتب هو اساسا، هو صايع، ما عندوش شغلانه يعني. تمام. هو كان بيدعونا عنده في البيت عشان نشرب ونحشش، تمام، وكان بيخلي مراته هي اللي تلف لنا الحشيش وتجيب لنا البيره مثلا. انا ممكن اطلع اقول له كده، ودي حقيقه فعلا. تمام. مم. اه.
انت خد بالك، ولا وممكن أيوة. اقولها له 100 مره واوصلها له في كل حته، بس انا ما بعملش كده. طب انت ليه تطلع أيوة. تقول عليها كده اصلا؟ لا انت اصلا في الاصل ليه تطلع تقول؟ عارف ليه؟ الحقد والغيره. او ده واحد كان أيوة. مثلا صاحبي وبتاع، اول ما انا ابتديت اتشهر لقيته عمال يقول لي، يبعت لي يقول لي بطل نرجسيه وبطل مش عارف ايه وبطل مش عارف ايه. صدقني اوسخ بيئه انا شفتها في حياتي هي بقى بيئه اللادينيين المصريين والعرب. بيئه أيوة. اللادينيين المصريين اقذر من القذاره يا راجل. ده السلفيين مش بالوساخه دي. انا عشت ورا السلفيين ما يجوش 1 على 10 من وساخه الناس دي. انا بكلمك بصراحه. تمام. أيوة. ولا كلهم اللي قابلتهم ولا واحد فيهم مخلص لاي هدف، كلهم مرضى نفسيين، كلهم اللي دخل بتدور على بنت يشقطها يفرش لها على الكاميرا حتى مش في الحقيقه، اللي داخل يدور على اعلانات اليوتيوب، اللي داخل يعني ايه زي اصحابنا دول كده. انت واخد بالك عشان يعمل لنفسه اي قيمه في الحياه، هو ملوش اي قيمه في الحياه. تمام. انا طبيعتي مش كده يا جزافر. انا انسان طب جدا، انا من جوه نضيف جدا يا ضناي في تعاملي مع الناس. أيوة. يعني أيوة. حتى يعني ايه ما بحقدش على حد. بالعكس، ده انا لما بشوف قناه يعني ايه لا مش هو اللي دخل مراته، دي حقيقه فعلا. احنا كنا بنبقى قاعدين، هو مراته كانت بتخدم علينا تجيب لنا بيره وحشيش فعلا، اللي هو ماني ده، هو اسمه مصطفى اصلا ما اسموش ماني. تمام. عيل هلفوت ليس له اي. وعلى فكره الشيء المشترك كلهم بينهم، انا ما بعيبش على القصيرين، كلهم تحت ال 160 سم، 160 165 سم، مع مرض نفسي. بص اقول لك حاجه، هم لما شافوني في الحقيقه، وكان في واحد برضه اسمه فادي اللي هو المفتي ده. تمام. هم لما شافوني في الحقيقه هم اقزام كده، انت خد بالك، وانا طويل كده وجسم وهيبه، هم حسوا بنقص شديد مني. مساء الخير يا جماعه، ايه الاخبار؟ حتى يعني ايه يعني بقيت لما بقابل بطلت اقابلهم. ليه؟ بيحاولوا ينتقصوا مني باي طريقه. انا بطبعي بان انا مؤدب، انت خد بالك، ابن ناس يعني. انا مش واخد على ان انا مش محتاج انا ارسم نفسي على حد، فانا كنت بسكت واتجاوز لغايه ما هم بقى يتجاوزوا الحدود. يعني واحد مثلا، انت خد بالك، ماني ده مثلا مره بعت لي بيقول لي يعني ايه، كانت قناه ابتدت تنتشر شويه، بعت يقول لي انا يعني مجهود كويس يا هشام وبتاع، بس انت بطل. انا 181 سم. واحد بيقول لي هشام انت طويل وبيضحك. انا 181 سم يا صديقي، وايا كان جسمك انت انا جسمي احسن من جسمك، انت خد بالك. مع احترامي ليك يعني. انا راجع اتمرن بقالي 3 اشهر. انا كنت بطل الجمهوريه في كمال اجسام على فكره في وقت من الاوقات يعني، عشان اكون متخيل حاجه غير كده. انا عندي 50 سنه كمان، خلي بالك، 49 داخل 50. انت فاهم يعني ايه؟ انت لو قارنت جسمي ده مش هتلاقي حد، نادرا ما تلاقي حد 50 سنه بالجسم بتاعي. وانا السكس باكس دي، حتى انا عندي كرش بيبقى عندي سكس باكس برضه، فانا يعني مش مشوه شكليا. وبعدين انا الشكل ده ما يهمنيش اساسا. يعني انا من ساعه ما طلعت من المعتقل يا اكزيفير بطلت اتمرن، انت خد بالك، مع ان عندي جيم في المصغر يعني في البيت. تمام. حلو. رجعت اتمرن بس من 3 4 اشهر كده. لكن انا كنت لما كنت بلعب كمان اجسام كان جسمي ضخم، بس طبعا هي لعبه مضره زي الشرح. المهم الخلاصه عايز اقول لك ايه، انا قابلت اسوأ شخصيات قابلتها في حياتي، قابلتها في اللادينيين المصريين. انا بكلمك اقسم بشرفي زي ما بقول لك. والحاجات اللي عملوها معايا احقر من الحقاره، احقر من الحقاره. ايوه. في حاجات منها من حقارتها انا ما اقدرش اقولها، انت خد بالك، يعني انا ما اقدرش اقولها. ايوه. شوف بقى من كتر حقاره، صدقني حاجات اتعملت معايا في منتهى الحقاره، في منتهى الحقاره اللي في الدنيا. أيوة. انت يعني انت تقعد تستغرب من ناس كانوا بيضحكوا لك من هنا لوش لوش. انا مش كده، انا طبيعتي مش كده كانسان. انا لو بحبك بقول ان انا بحبك، لو بكرهك بقول ان انا بكرهك. تمام. ايوه. الشخص اللي هو عمال يشتمني ده، انت خد بالك، هو التاني انا ما شتمتوش في الاصل. انا طلعت قلت ان الراجل، وانا فعلا كنت بحبه فعلا. تمام. انا طلعت قلت ان الراجل ده خطابه خطاب تنمر على الناس، بتنمر على الناس بفقرهم وجهلهم. تمام. وخطاب كراهيه، وانا ما انصحش حد يشوفه.
راح هو مستضيف واحد اللي هو الكلب العجوز ده، قعد يردع. ده بقى ايه؟ ده بقى بيحقد عليه حقد نار. ليه بقى؟ ده كان معتقد نفسه، هو معتقد، هما في مجموعه كده معيشاه ان هو بقى ايه مولانا، وان هو كبير الملحدين واقدم ملحد. هي مش بالادميه، احنا مش في الجيش. انا حلقه واحده من عندي بتاريخه كله، هو كلامه كله ما فيهوش هو دمه خفيف وكاريزماتيك وبتاع، عمل بس هو مجهود ما عندوش برضه اي ايام علم. الاخوان للامانه. لا بس هو للامانه مجهود عمل مجهود ايه؟ اي. ماشي، مجهود ايه؟ مجهود ايه؟ وقعد في امريكا. تاني حاجه هو ما بيتكلمش بعلم، تمام؟ هو ما بيتكلمش باي حاجه بعلم، هو ايوه سرسجي ايوه فعلا. انت خد بالك، هو ايوه اسلوبه سرسجي فعلا، تمام؟ ايوه وسليط اللسان. انت خد بالك، وده مش تنوير. انت ايوه ممكن تقول اي حاجه هو بيعملها، دمه خفيف بتاع، ما تقدرش تقول عليه تنوير، تمام؟ فهو فضل قاعد 5 ساعات، اه انت خد بالك، يشتم. اول حاجه مش من رجوله، لو انت راجل ما تشتمنيش من وانت في امريكا، تعالى في وشي كده اشتمني، تمام؟ انت لا تجرؤ، لان انت لو عملت كده في وشي ده انا هحبلك، انت فاهم يعني؟ خليك حامل في توأم، مم. صح؟ مم. ده الرجوله اللي احنا ايوه اتعلمناها في مصر. تعالى في وشي كده. ايوه ثانيه واحده. لكن هو ما عملوش كده. طب هو ما ينفعش يبقى تنوير اصلا. تنوير ايه اللي بيقدمه يا راجل؟ ده ما يفهمش اي حاجه في اي حاجه يا راجل. انت خد بالك، ده حافظ له كلمتين كان بيسمعهم في الراديو زمان. المهم، فهي الفكره ايه؟ انا ايوه رديت. انا غلط ان انا كنت رديت، بس انا ردي حقيقي، وكل الكلام اللي قلته عنهم حقيقي. عشان كده هم متجننين لغايه مع ان انا ما ردتش على حد من ساعتها، لان هم عارفين ان كل كلمه انا قلتها حقيقه، وكل كلمه هم قالوها كده. بس ايوه ايوه انت خد بالك، بس لا اكتر ولا اقل.